السلام عليكم. جمعة مبارك عليكم جميعا إن شاء الله. معلومة كده على المشي بالنسبة لجهاز التكييف بتاعك عشان تقدر تشغله وتحصل على جودة كويسة. قبل ما تشغل التكييف بتاعك حاول إنك أنت تهوي الغرفة كلها. إن كان في شباك افتحه حوالي 5 دقايق، في مروحة شغلها في نفس ال5 دقايق دول. حاول يبقى في تغيير في الهواء في المكان، بحيث لما تيجي تشغل التكييف يكون الهواء اللي موجود في الغرفة اتجدد، تم تغييره بهواء نظيف جاي من الشارع جاي من بره. دي حاجة. والحاجة التانية، تحاول انك انت تراعي ان الفلتر بتاع التكييف من جوه يكون نضيف، ما يكونش عليه اتربة، علشان ما يبقاش ضغط الهواء اللي خارج من الفانة يبقى ضعيف، لا، يبقى الهواء خارج بجودة عالية، لأن الفلتر نضيف مفيش تراب خانقه. ومن ناحية تانية انت مخرج الهواء اللي موجود في الغرفة ده، علشان وانت قاعد فترة طويلة، نص ساعة أو أزيد من ساعة، ما يسببلكش حاجة اسمها خمول، فتلاقي نفسك بتتاوب وعايز تنام بسبب إن حصل خمول. الخمول ده بيحصل نتيجة إن الهواء اللي موجود في الغرفة ما بيتجددش، بيفضل زي ما هو من امبارح أو من ساعات فاتت، بسبب إن أنت بتشغل التكييف وما بتفتحش الهواء إن هو يدخل للمكان، ما بتفتحش الشباك أو غيره. والحاجة التالتة، حاول إنك تخلي الدرجة بتاعة الدرجة بتاعة التكييف فوق ال22. ده علشان تبقى قريب من نفس الدرجة اللي موجودة برا. لو انت قعدت مدة طويلة في الغرفة وحبيت تخرج برا، ما يحصلش انك انت جسمك يتصادم بحدوث الفرق الضغط الهواء، ضغط الدرجات ما بين الحر اللي برا وما بين السقعية اللي موجودة في الغرفة جوه. لو لاحظت ان الشركة بتعمل درجة الحرارة 24، لو الجهاز لسه ما خدش اي امر بالكارتة، ما خدش امر بالريموت، فبيبقى السيستم بتاعه على 24. ده علشان يبقى الدرجة قريبة ما بين اللي جوه وما بين اللي بره. مبقاش انا جوه في الغرفة مخلي الدرجة على 20 او قريبة من ال22 وابقى سقعان قوي، واجي اخرج بره الاقي نفسي الجو بره حر قوي. لا، انا اراعي ان درجة الحرارة تبقى فوق ال22، علشان يبقى في تبريد. وفي نفس الوقت لو انا حبيت اطلع بره او انزل الشارع اجيب حاجة، ملاقيش ان في فرق درجة يخلي جسمي يبقى متعرض للبرد بسرعة قوي. فلا، انا اراعي ال3 حاجات دول، ما بين ان انا اول ما اشغل جهازي اتاكد ان انا عملت تغيير في الهواء اللي موجود في الغرفة، ومن ناحية تانية اتاكد ان الفلتر نظيف، وفي نفس الوقت درجة التبريد تبقى قريبة من يعني فوق ال22 23، بحيث ان يبقى في نسبة تبريد كويسة من ناحية. ومن ناحية تانية بشغل الجهاز بيقعد فترة كويسة يديني تبريد، وما بيبقاش مستهلك ككهرباء، او مش مستهلك ان في تبريد كتير، ان انا بخلي الجهاز يشتغل مدة اطول من اللازم. سواء ايا كان النوع بتاع الجهاز، مش شرط النوع بتاعه ايه، الكلام ده بيبقى ماشي على الجهاز التكييف اليونون اير او الكارير او الشارب او التورنيدو. كل الانواع بيبقى ماشي بنفس السيستم. مهم قوي ان انا لو انا مشغل الجهاز بتاعي اراعي ان اغير الهواء بتاع المكان، علشان خاطر موضوع الخمول ده. بيبقى في ناس كتير ما تعرفش المعلومة دي، انك انت جسمك بيبقى ريح وطبع على الوضع اللي انت اتعودت عليه. انت متعود ان انت تشغل التكييف في المكان، بس مش متعود انك تغير الهواء بتاع المكان. سواء بقى لو انت قاعد في الفترة في الغرفة دي بقالك فترة طويلة، او لسه جاي او كده، فحتة ان انا الغرفة مقفولة بقالها فترة، اول ما هشغل التكييف هيشتغل وهيبرد وهيسقع كل حاجة تمام. بس هيحصل حتة ان انا وانا قاعد في المكان والجو بقى ساقع، حصل ان انا بتاوب، ان انا هنعس، ان انا هلاقي نفسي بنام. فده اسمه الخمول، بسبب ان انا ما غيرتش الهواء اللي موجود في الغرفة. ومن ناحية تانية الهواء اللي خارج من الفانة بيبقى ضعيف او سرعته ضعيفة، بسبب ان ممكن يبقى الفلتر مقفول من التراب بقاله زيادة عن شهر، ما اتغيرش ما اتغسلش، بقاله مدة طويلة ما اتغسلش. فده بيخليه ان الهواء اللي خارج منه ضعيف. فاهمين ازاي؟ ولو في اي سؤال ولا حاجة
في يخص المجال ده اسألني وإن شاء الله أجاوبك عليه. جمعة مبارك عليكم جميعا يا رب.